السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أدمن صفحة البيت المصري العصري. أرجو من حضراتكم اللي مشتركش في القناة يشترك بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم جميع المنشورات. النهاردة هنقدم مع بعض وجبة تشيكن ستريبس، وهنقدم معاها مكرونة بالصلصة. أنا عندي هنا مكونات التشيكن ستريبس. أول حاجة فراخ مخلية، اللي هي صدور الفراخ اللي بتبقى رفيعة شوية وتخينة. دي طبعا بجمعها عندي، كنت عاملة فيديو قبل كده عن الفراخ وكنت شارحة الموضوع ده. وعندي هنا يعني معيار نص كيلو. عندي هنا الكمية دي قد الكمية دي. عندي هنا كوباية من الدقيق، وعندي هنا كوباية من الدقيق. هحط على الكوباية من الدقيق التوابل دي، وهحط على الكوباية دي التوابل دي. طبعا التوابل دي هي التوابل دي، بس في اختلاف، في حاجات هنا هتنضاف وفي حاجات هنا مش هتنضاف. كوباية الدقيق دي هحط عليها نص معلقة ملح، معلقة دي صغيرة، نص معلقة فلفل اسمر، ده نص معلقة من الكاري، وربع معلقة من الكركم، وربع معلقة من البابريكا، وعندي هنا ربع معلقة من بهارات اللحمة، وعندي تلت معلقة من الثوم البودر، وعندي هنا نص معلقة من بيكنج باودر. نفس المعايير هنا بالظبط، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسمر، نص معلقة من الكاري، ربع معلقة من الكركم، وهنا عندي ربع معلقة من البابريكا، وتلت معلقة من الثوم البودر، ربع معلقة من بهارات اللحمة، وحتى نص معلقة من البيكنج باودر. بهارات اللحمة انا حطيتها علشان ما عنديش بصل بودر، لو عندي بصل بودر بضيفه، وممكن احط معاه برضو بهارات اللحمة، بس انا ضفته لان اتفاجئت ان انا ما عنديش بصل بودر. هحط هنا اول حاجة الخليط ده كله على الدقيق، وهاخد الخليط التاني احطه هنا على الدقيق، همزج ده مع بعضه. بعد ما مزجته هنزل عليه بالمعلقة دي خل، بس انا لسه هحطها. هنا عندي معلقة الخل اهي، نزلت بيها. وعندي هنا كوباية من اللبن هنزل بيها، نزلت بنصها. هعمل معجون، هتحتاج تاني. هضرب فيها كويس لحد ما ادوب كل المكونات تدوب معايا، وهرجع لحضراتكم. تمام خلاص، انا هنا قلبت الخليط كويس قوي وانمزج مع بعضه. انا مش عايزاه لا خفيف ولا تقيل، علشان معلش المعلقه كان فيها شويه من دي، علشان عايزه الفراخ تمسك فيه. دلوقتي هنزل الفراخ بتاعتي، وهبتدي ان انا اقلب كويس واغلفها في التتبيله، وهنقعها في التتبيله دي اقل حاجه ساعتين. وبعد كده هبتدي ان انا اطلعها من التلاجة علشان اقليها. طيب انا لو عايزه احتفظ بيها كده في الفريزر، تتعبى في الفريزر وتتشال كده، مفيش اي مشكله، لان هي معليهاش بيض، كل اللي حطيناه لبن. خلاص انا قلبتها كويس، هسيبها بقى تتنقع في التلاجة لمدة ساعتين. انا شلت الفراخ في التلاجة، وعندي هنا الطبق الدقيق التاني اللي انا ضفت عليه التوابل، بس ما حطيتش عليه اي سوائل. هتضيف عليه التركه دي بتاعتي انا بصراحه اللي اخترعتها يعني.
عايزاه يقرمش. في ناس بتحط شوفان بس انا ما بحبش الشوفان، فحطيت حاجه اسهل يعني. ده شيبسي بالشطه والليمون. جبت كيس شيبسي اللي هي شركه شيبسي بالشطه والليمون، خدت نصه حطيته في الطبق اقدمه جنب الاكل، والنص التاني قعدت اكتر فيه لحد ما اتفرفت معايا كده. تمام. دول عاملين معلقتين كبار، هاخدهم وهضيفهم على التتبيله بتاعتي علشان تخليها كريسبي، وهقلبهم كلهم مع بعضهم وهخليها جنبي لحد ما اجي احط الفراخ فيها. دلوقتي انا هبتدي اعمل المكرونه بتاعتي. انا بستعمل مكرونه سبينس لان هي حلوه وجميله ومتوفره، وفي نفس الوقت عندي احسن، يعني هي زي الملكه، يعني احسن مكرونه احنا نعرفها اللي هي الملكه. انا عندي سبينس بستخدمها زي الملكه، وهي يعني في مكان متوفر جنبي فبجيب منه. انا هعمل مكرونه سباكيتي. طبعا طلعتها وقسمتها على 2 بس لان انا بحبها كده، وهحط ميه في الحله عشان تسلق فيها المكرونه. هنا دي حله حطيت فيها ميه عشان اسلق فيها المكرونه بتاعتي، وحطيت فيها نص معلقه صغيره من الملح، وحطيت فيها معلقه من الزيت. وهسيبها تغلي، واول ما تغلي هنزل فيها المكرونه، وهنقلب المكرونه بالشوكه دي علشان ما تلزقش معانا وما تتهريش معانا. هنا انا هحضر الصوص بتاع المكرونه. هحتاج نص قرن من الفلفل الحامي، وممكن ابدله بفلفل رومي، وهاخد 6 فصوص من الثوم وهفرمهم مع بعض كويس. وعندي كوب من الصلصه دي انا كنت سبق عملتها على القناه، وهي طريقه تحويل الطماطم لصلصه هاينز موجوده على القناه، ممكن تبحثوا عليها. هاخد منها كوبايه على الكميه اللي عندي، اللي هو الكيس 400 جرام بتاع المكرونه. دلوقتي المية بتاعت المكرونة بتاعتي غليت، هبتدي ان انا انزل المكرونة. هسيبها شوية لحد ما تبتدي تلين. هقلبها بالشوكة دي من وقت للتاني. جميع انواع المكرونة تاخد في السليق من 8 دقايق ل10 دقايق، وطبعا ده بيتوقف على نوع المكرونة. هنا المكرونة بتاعتي بعد مرور 5 دقايق. ودلوقتي على ما هي تكمل السليق هروح احضر الصوص بتاع الطماطم. انا جبت هنا الحله بتاعتي وشطفتها بالميه كويس، حطيتها على النار وهي بتنشف. هنزل عليها بمعلقتين من الزيت، وهنا دي التومه المفرومه بالفلفل اللي انا كنت وريتها لحضراتكم، هنزلها. طبعا ريحتها حلوه قوي، تدي لصوص المكرونه طعم وريحه حلوه. هبتدي ان انا اديها تشويحه كده لحد ما تتشوح معايا. ريحتها جميله قوي، كنت اتمنى ان انتوا تبقوا معايا عشان تشموا الريحه. طبعا دي مش طريقه المكرونه الوحيده اللي انا اعرفها، لا دي واحده من عده طرق. خلاص هنا هي اتشوحت معايا وبدأ لونها يتغير، بدأ لونها يصفر. مش عايزاها اكتر من كده تصفر. كوبايه الصلصه بتاعتي، هاخد طبعا الكوبايه بتاعتي وهزودها جزء من الميه، وهحط
هحطه على الطماطم عشان اخفها شويه، وفي نفس الوقت ياخد بواقي الطماطم اللي في الكوب. انا عملت الخطوه اللي قلت عليها. دلوقتي هبتدي احط لها التوابل بتاعتها، الملح، الفلفل، الحاجات اللي انا بحبها على المكرونه، الفلفل الاسمر قصدي. وبعد كده احط لها نص مكعب من الماجي عشان ده طبعا بيديها تيست. ولما المكرونه تتسلق واشطفها بنزلها في الصلصه لمده دقيقتين 3 يشربوا من بعض. المكرونه بتاعتي اللي كانت بتتسلق خلاص اتسلقت، استوت. وانا خدت واحده واتنين دقتهم لقيتها خلاص استوت كويس. هنزلها دلوقتي تحت ميه ساقعه اشطفها كويس قوي من كل الميه دي، وبعد كده هصفيها في المصفى خالص علشان انزلها في الصوص بتاعها. المكرونه بتاعتي خلاص شطفتها تحت ميه بارده من الحنفيه، ميه جاريه، لحد ما نزلت كل الميه اللي كانت فيها القديمه ونزلت كل النشا اللي فيها، وحطيتها في المصفى بتاعتي عشان تتصفى. الصوص بتاعها على النار خلاص جاهز، ناقص ان انا بس انزل المكرونه في الصوص. عندي بقى هرجع للتشيكن ستريبس بتاعتي. ده المعجون اللي انا كنت عملته وسبت فيه الفراخ ساعتين. وهنا الطبق التاني اللي انا جهزته مع حضراتكم. هاخد بقى قطعه من تشيكن ستريبس، معلش بتزفلط عشان الكيس اهو. طلعت ببعد المعجون بتاعها. هنزل هنا واردمها كده، اردمها كده كويس. وبعد كده همسكها انفضها كويس قوي واحطها عندي في الطبق بتاعي. هجهز كل الكمية كده وهخلصها. هنا بعد ما انا خلصت عمل لي كمية حلوة قوي. اوريكم قطعة، مش هوريكم القطعة دي. هحطها بس في الفريزر ربع ساعة تمسك نفسها شوية. انا هنا عندي حطيت طاسة الزيت بتاعي فيها زيت غزير، معدي نص الطاسة زيت غزير. الطاسة دي يعني 5 سنتي كده، فانا حاطة 2.5 سنتي زيت. تمام. الزيت سخن بس مش سخن قوي، هو على نار متوسطة، لا عالية ولا واطية. لازم يكون على نار متوسطة، هو لسه ما سخنش قوي. هبتدي انزل الفراخ بتاعتي. وهسيبها مش هقلبها او اي حاجة لحد ما تستوي والكور اللي عليها يمسك فيها. انا حطيتها في الفريزر ربع ساعة عشان تمسك نفسها. ممكن نشيلها كده في الفريزر في اكياس، بس هتيجي تمسك في نفسها. هتيجوا تطلعوها هتلاقوها قرص واحد. عايزين تشيلوها شيلوها بالعجين بتاعها قبل الطبق الاخير. هي دلوقتي بقى هتبتدي تاخد المرحلة بتاعتها من التحمير. هنا اثناء التسوية بعد ما مر كده 5 دقايق، بدأت اعلي النار سنة. عايزة اصطاد لكم واحدة تشوفوها اهي. بس لسه طبعا ما خلصتش بشكل 100%. والطبق الباقي انا عملت فيه نص الكمية، بقيت النص التاني حطيته في الفريزر، ما سبتوش جنبي على ما دي تخلص وبعد كده اطلعه اعمله، لان ده بيخلي الخلطة تمسك فيها اكتر. انا هنا طلعت اول دور من الفراخ اللي كنت بقليها اهي. ادوقها لكم بقى عشان بصراحه مش قادره اقاوم، عايزه ادوق بصراحه. رايي انا الشخصي جميله جدا، طعمها عامل زي الاكل اللي بنروح نجيبه من المحلات السوريه، اللي هو الكنتاكي او الريزو، الحاجات اللي بناكلها عندهم دي. طعمه عامل ومقرمش وجميل قوي، طعمها حلو والله. ومن جوه استوت اهي،
استوت وناعمه ناعمه كده ودايبه جدا. دلوقتي صوص المكرونه اللي كان معايا خلاص خلص. هبتدي انزل فيه المكرونه بتاعتي وهديها تقليبتين كده علشان ايه يديها المرحله الاخيره بتاعتها. حطيت المكرونه بتاعتي وقلبتها في الصوص بتاعها وهسيبها بقى دقيقتين كده تشرب من الصوص كويس، وهغطيها وبعد كده هلاقيها جاهزه على الاكل. انا خلاص خلصت كل الكميه دي، الكميه اللي طلعت عندي. ده الجزء التاني، الدور التاني اهو. كانت في قطعه فيهم بانيه اللي هي التخينه اهي شكلها حلو. دول كانوا 10 قطع من التشيكن ستريبس، اللي هو القطع الرفيعه اللي عامله زي الصوابع، بس طبعا بعد ما نزلت في المعجون بتاعها وخدت الكفر الاخير شكلها بينفش، يعني بتبقى مليانه مقرمشه ومن جوه حلوه، وصوت القرمشه باين اهو. صوت القرمشه باين اهو. ودي الكميه اللي طلعت. طبعا هما في الطبق كان شكلهم صغير، بصوا الكميه، ده سيرفيس اهو. دلوقتي انا هقدمها بقى مع الاكل اهو. يعني لو كل واحد في العيله خد قطعتين كده او 3 حلوه قوي يعني. وفي نفس الوقت انا ما اشتريتش حاجه، انا كنت جايباها من ضمن الحاجات اللي انا كنت جايباها لفراخ الشهر، انا ما اشتريتهاش مخصوص. دي طريقه حلوه قوي ولادك هيحبوها. كل شويه هيقول لك اعمليها لنا يا ماما، اعمليها لنا يا ماما. كل المشكله اللي هتقابلك ان انت محتاجه بس شويه توابل تبقى عندك في البيت، بابريكا وكركم والكلام ده موجودين خلاص، في اي وقت هتعمليها الدقيق موجود واللبن ممكن تصرفي فيه، وما بتحتاجش بيض. حلوه قوي، ما تحاوليش تحطي عليها بيض، البيض بيغير من طعمها. هي كده ممتازه جدا. وبكده تكون النهارده خلاص خلصت الوجبه بتاعتي. انا طبعا خلصت المكرونه وحطيتها في طبق، وقدمت معاها قطع التشيكن، قدمت معاها طبق من السلطه، وقدمت معاها طبق من الشيبسي، وشوب من الحاجه الساقعه. طبعا احنا بنروح افخم المطاعم عشان ناكل وجبه زي كده، لا احنا ممكن نعملها في بيتنا ونقدمها بشكل حلو وسهل وبسيط. انا كده النهارده خلصت وصفتي، وكنت مبسوطه جدا لحضراتكم ولتواجدكم معايا في القناه. بصراحه متلخبطه مش عارفه اقول ايه، تعبت من وقفه المطبخ. كنت مبسوطه جدا جدا لحضراتكم ولتواجدكم معايا النهارده، واتمنى تكون الوصفه عجبتكم. ورأيي الشخصي فيها بجد جربوها، حلوه قوي قوي وهتعجبكم قوي قوي قوي. الملح بتاعها مظبوط، كل حاجه مظبوطه. وممكن نعملها ونكيسها ونشيلها في الفريزر وتبقى نازله جاهزه، بس تتفرجوا على الفيديو للاخر. وبكده خلاص تكون خلصت وصفتي النهارده. كنت مبسوطه جدا لتواجدي معاكم، ودلوقتي هستأذنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.